خواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكوكلي بواحد الشرموله اللي جديده في الفران، كيجي زوين. انتما تشوفوا معايا الطريقه. عندي هنايا نوجدوا الشرموله. عندي هنا ياغورت مسوس، وعندي صلصه الصوجا. غادي ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الصلصه ديال الصوجا. وعندي المطارد حتى هو تقريبا معلقه كبيره. وعندي زيت العود، وعندي معلقه سكينجبير، نزيدو شويه. عندي الثوم بودره، عندي الخرقوم، عندي البزار، وعندي الملح، مليحه شويه ما كترش. غادي نخلطوا المكونات. كنحصلوا على هذا الخليط هكا بحال الكريمه. غادي ناخذوا الكوكلي ديالنا. انا عندي هنا 2 كوكليات، كل واحد كيلي على حسب افراد الاسره ديالو. وغادي نشرموا لهم مزيان. هاد الكوكلي راه كيطيب غير في الفران، كيجي بحال المشوي، كيجي زوين بزاف. انا قسمته هكا، قسمته في الوسط. الكوكليات ديالي ها هما من بعد ما شرملتهم. الا كان عندكم الوقت كتخليوهم في الثلاجه واحد 2 سوايع ولا 3، شحال ما بقاو في الثلاجه شحال ما مزيان كيشربوا داك الشرموله. الا ما كانش الوقت راه غطيبوهم داك الساعه.
انا هنايا ما عنديش الوقت، غادي نديرهم في اللاطه ديال الفرن مفرشه بورق الزبده، وغادي نغطيهم مزيان وندخلهم للفران يطيبوا على نار متوسطه. غادي نهزو هاد الكوكلي ديالنا، غادي نقلبهم على الجهه ديال السلك. ناخذ اخرى، نديرهم على هاد الجهه ديال السلك. نديرهم الشروله اللي بقات. غادي ناخذ الزبده، غنحاولوا نغطيوهم مزيان، وغادي نغطيوهم مزيان وندخلوهم للفران يطيبوا كما قلت لكم على نار متوسطه. وهذا الكوكلي ديالنا من بعد ما خرجته من الفران كيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه. انايا غادي غير نردو للفرن باش يتحمر، غنحيد عليه داك الورق وغادي نردو للفران باش يتحمر وياخذ لي اللوين زوين. وممكن تقدموه مع سلطات اولا تصايبوا له التغميره ديالو ولا نتوما واللي بغيتو. انا راني صايبت له واحد الرز غادي نقدمه معاه، وغادي نرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا الكوكلي في طبق التقديم. وهذا الكوكلي البنات الشكل النهائي ديالو قدمته مع داك الرز كيجي زوين بزاف، نتمنى تجربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي ان شاء الله، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.